مساكم الله بالخير. وبلشنا طبق اليوم زبيدي بقاع الجدر. بالله الحمد هذا الزبيدي، عرفتوا شلون؟ بالله الحمد هذا الزبيدي والله رزقنا بحبول، الحبول اللي هي بيض السبت داخل، اللي ما يعرف يعني بصل، ثوم، بهارات، ليمونة، اصبار اللي هو تمر هند، كزبرة وشبنت، عرفتوا شلون؟ والعيش طبعا منقعينه خالصين. طبعا نطبق الزبيدي جدا سهل ومو صعب. اول شيء نحط دهن، نقلي الزبيدي 3/4 قليه، والجدر الثاني نسوي الحشو. الحين طال عمرك نحمس البصل قبل لا نحط البهارات. الحين شويه نحمسه بعدين نحط الثوم والبهارات. حطينا الثوم ونحط البهارات. ترى سر المطبق بالحشو حالات. والله يا جماعة بخصوص الزبيدي ما شاء الله غالي، الكيلو ب13 وشي، يعني الثلاث حبات هذين يطلعوا ب20 دينار، عرفتوا شلون؟ سعره يتوي، صار أغلى من الذهب الزبيدي. يلا الواحد يشتهي شوية مشيبيشة، يسوي له دقيقيشة. راح أسوي لكم دقوس صبار اليوم. طبعا البصل بالحشو لازم يكون شوي بارز، فاحنا ما نطول عليه وايد عشان لا يذبل كلش ويصير أسود، نعطيه شوية بس مو وايد، يعني نص. الحين نحط الصبار ونعصر الليمونة زين، بعدين نحمس شوي ونحط الخضرة ونحط بهار مرة ثانية. نعصر ليمونة مع الصبار ونقلب، بعدين نحط الخضرة. انا اعتذر من جميع اللي اشتكوا وقالوا لي وانت تطبخ وايد تحوس. انا طبيعتي كذي وايد احوس ترى، ما علي. راح اجيب لكم قاعدة واثبت الكلام. والحين نقط الخضرة ونحمس، بعدين نحط بهارات مرة ثانية. الحين الحشو تقريبا صار جاهز، وهذه ربع قفشة عداني حق النكهة، قفشة صغيرة مالت شاي بس. هذا نوع العداني اللي انا استعمله، اسم النقي شركته اسمها ما ادري والله شنو شركته، بس مكتوب QBB. انا ادري في ناس راح تدش علي، انت مو مصور طماط، شلون صار طماط بالحشو؟ في نص طماطه زايده بالدقوس حطيتها بالحشو، مو ضروري تحطها، اذا تبي تحط حط، ما تبي كيفك. الحين ننزل الزبيدي بالجدر، نقلل الزبيديه، الدهن صار وايد حار ما عليه. طبعا نسيت اقول لكم بالزبيدي تغسله، بعدين تبهره نفس البهارات اللي كتبت عليها وتملحه وتخليه، هذه اول خطوه تسويها على ما تجهز شغلك. نسيت احط ملح الحشو، حطيت وملحت الحشو حاليا، تو حطيت شويه مو وايد، بس سكر عليه الحين وخله. حاليا كذي تمام، يعني 3/4 استاغ. قال هي الحبيب خلي شوقر وقلبه، نشيله ونكتره على صوبه. الحين على ما يخلص السمك نسوي الدقوس، شويه بصل، دقوس صبار، نحط شويه زيت، نحمس، بعدين نحط الثوم، نحط فلفل اسود وشوي بهارات مخلوطه اللي هي ورق غار وهيل وكذي شويه. نحوش البصل والثوم بالدهن، بعدين نحط طماطتين تقريبا نقصصهم صغار ونحطهم. حطينا الطماطتين نحوسهم لين ينهرون شوي، بعدين نطحنهم شوي. هاي اقول لكم شلون نهرسهم. الحين نهرس الطماط بعد ما استوى، نهرس عدل. الحين نحط الصبار اللي هو تمر هند. الحين نصب ماي ونخليه يثقل بروحه كذي شويه، مو وايد ماي لانه مو حاطين معجون، فعشان لا يصير خفيف. بعد ما خلصنا السمك نقلي الحبول، بس الحبول قصر على النار حدها لان الحبول تطشر، عرفت؟ عادي تعطيك بوجهك عاد كذي، عرفت؟
الحين بعد ما طلعنا السمك راح نحشي السمك بالحشو اللي سويناه. الحين اوريكم الطريقة شلون. نحشي السمك بالحشو بالطريقة هذه. حرقتني الحبول الطشر قسما بالله، دير بالكم ها لا احد يحترق. الحين بعد ما غلى الماي شغلنا العيش المنقوع. الحين نحط العيش بالجدر نخليه يطبخ، عيش مشغول طبعا، بعدين اوريكم الطريقة. والحين شغلنا العيش، الحين يدور التطبيق. نفرش بقاعة الجدر شوي عيش عشان السمك لما نحطه ما يلصق بقاعة الجدر. الحين نحط السمك بقاع الجدر، بس ما نحطه كذي، لا نقلب السمكة عشان لما تقلب الجدر تقعد وياك عدله. الحين بعد ما سطرنا السمك والحبول نحط عليهم الحشو الزايد. الحين بعد ما وزعنا الحشو نفرش العيش فوق السمك. الحين زعفران وصبغة زعفران وماي ورد شو اسمه اعوذ بالله ودهن عداني، نصبه فوق العيش. نصبه فوق العيش نوزعه، نحطه تحت حديدة ونسكره قصدير ونقصر عليه.